مع انتهاء الهدنة وعودة الحرب بغزة وبلبنان، كيف بيتوقعوا العالم بسؤال اليوم تنتهي هيدا الحرب؟ اكيد هن اليهود حينسحبوا لحالهم وحيطلبوا مفاوضات مع حماس عشان تبدل الرهائن ويفضوا السجون كلها، صفي بيضة كل السجون، وانتصار لحماس، يعني انتصار لمحور المقاومة. ما تضل شبر محتال، شبر واحد ما يضل محتال، كل واحد ياخذ حقه. وهذه الدولة اللي قاعدة فكري حالها هي أرض بيا، لا ما لها شيء. بدي الشعب الفلسطيني ياخذ حقه ويصير عنده دولة، أوكي، ونحن بنحافظ على حدودنا. طبعا حدودنا كلها، مش لا مزارع شبعا ناخذها والهجر، كانت الهجر ما ضل يعني على كل شبر ارض يا لبنان المفروض نحن ناخذه. يعني هو بمحل معين طرف من الطرفين رح يضرب ضربة كبيرة، يا اما الطرفين رح يوقفوا. وبفلسطين صراحة هيدي ابدا انا ماني شايفة افق لها، والله بحس ما متوقعة حتخلص. تكمل هيك؟ انه يا تكمل هيك لا تخلص على الاخير ابادة جماعية، يا اما يعني ما بعرف، ما بحس انه الدول العالمية انه ممكن تحالف العالم انه حيوصل لمحل معين انه يحط حد لاسرائيل.